تخيل معايا كده صديقي تكون اشهر كاتب في العالم وتألف وتكتب اكبر واضخم قصة في مسيرتك بالكامل، ويشاء القدر انك في يوم وليلة تصحى تلاقي نفسك في العالم اللي انت صنعته، وتقرر ساعتها انك من اللحظة دي والان ستصبح الاقوى في هذا العالم. بص بقى يا صديقي، حكاية النهاردة مختلفة تماما عن اي حاجة شفتها قبل كده، حرفيا من اجمد الحكايات اللي هتشوفها في حياتك، فعاوزك تجهز نفسك وتستعد لانك داخل على اسطورة لن تتكرر. بس الاول ما ننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والان فلنبدأ في سرد احداث الحكاية. في الوقت ده بنشوف معركة بين اتنين قوتهم جبارة جدا قاعدين يدمروا في الغابة، وقوتهم بتبيد كل حاجة تقف قصادها، وفجأة واحد بيصرخ جنب التاني بيصيب ضربه بتطيره، ومش بس كده بيخرج سيف مرعب وبيتحول لهيئة طاغية لأقصى درجة، وبيصرخ بعلو صوته وبيهجم عليه، بس بيقدر يتصداله وبيقول له اسمعني يا صاحبي، ما تخليش اللعنة دي تسيطر عليك. فبيضحك احسن لك انت ما توقفش قصادي. بس اللي لابس ازرق بيقول له طب هات اللي عندك. وفي اللحظة دي بينقضوا على بعض بأقصى قوة عندهم، قوة جبارة جدا بتزلزل الارض بالكامل، ولكن واحد فيهم بيتصاب باضرار مرعبه وبيقول كان عندك حق من الاول يا اخي، وبيقع مرمي في الارض وبيموت للابد. ودي بقى يا معلم كانت قصه رواها بطل حكايتنا الكاتب العالمي شياو مينج، وبيكون قاعد يتكلم مع فريق العمل وياخد رايهم في القصه بتاعته الجديده، واللي بيعترض او يقول كلمه مش تمام على طول بيرفضه، وبيقول دي قصتي من حقي اعمل اي حاجه فيها وارسمها على مزاجي. وبعدها بيمر الوقت وبيجي الليل، وبيكون قاعد بيكمل في القصه ومندمج على الاخر. بس في اللحظه دي بتجيله مكالمه على التليفون، قالوا مين معايا؟ مش مهم تعرف انا مين، بس المهم انك في المره دي تقدر تغير النهايه وهتفهم قصدي. وفجاه بتحصل حاجه غريبه، وهوب بيختفي وبيدخل جوه الجهاز بتاعه. من اولها كده اكشن وضرب نار. وهنا بنشوف عالم غريب وجميل جدا، وبيكون عمدة المدينة معدي وبيكلم ابنه احنا هنحط هنا يافطة ترحيب هتكون كويسة، وهنغير الستايل اللي انت كنت مختاره. وبعدها بيمشي، فبيقف وبيقول الراجل الغبي اللي عامل فيها ابويا ده مفكر انه يقدر يأمرني، بس لا ده انا اللي عملت العالم ده. ايوه ده هو بطلنا الكاتب العالمي شياو مينج. اللي حصل بقى ان بعد مكالمة الشخص الغامض فجأة ظهرت قوة غريبة واختفى، واول ما فتح عينه لقى نفسه جوه العالم الخيالي اللي هو صنعه. يا حلاوة، شكلنا كده داخلين على قصة واحداث ولا اروع. وفي الوقت ده بيجي بطل القصة اللي كتبها مينج وهو يشياو، وبنعرف انهم اصدقاء مقربين جدا دلوقتي، وبيقول له يلا نمشي دلوقتي عشان هيقام اختبار تحديد الحيوانات السحرية، وبياخده وبيروح للمكان. وفي الوقت ده بيجي مجموعة ناس على سفينة ضخمة، وواحد بيقول لزعيمتهم يا سيدتي وصلنا، فبتقول له تمام فلنبدأ الاختبار. وبيكون هيبدأوا فعلا. وواحد بيقول على كل المشاركين اختيار بيضة حيوان سحري حاسس انه يقدر يسيطر على قوتها، وكمان لازم يكون في ارتباط روحي بينهم. فشياو بيقول انا لازم اختار بيضة حيوان يكون من الفئات الاسطورية، وبيشاور على اكبر بيضة اللي بتحمل اكبر قوة روحية. فمينج بيضحك ايوه كل حاجة ماشية تبع القصة بالظبط. وبعدها شياو بيقول له لازم يا صاحبي نجتاز الاختبار ده انا ويك، وما تقلقش مش هخذلك ابدا. وبيروح عند اكبر بيضة وكل الموجودين بيتصدموا، مش معقولة ده شياو اختار البيضة اللي تحمل اقوى طاقة روحية، بس دي مخاطرة مرعبة جدا، ولكن هل ممكن يقدر يسيطر عليها؟ وبعدها كل واحد بيبدأ يختار بيضة، ومينج واقف بيتفرج وبيقول لنفسه على حسب ما اتذكر ان شياو يحط نفسه في موقف صعب جدا، وبيروح يدور على اقوى بيضة موجودة، وبيقول دي بيضة حيوان يملك 3 نجوم قوي جدا على عكس اللي جنبه 0 نجوم. ودي بقى اللي هيرسى عليها شياو في الاخر لما يفشل انه يسيطر على البيضة اللي قدامه دلوقتي. بس برضه انا فاكر ان في حاجة تانية قوية جدا كانت موجودة هنا. وفي اللحظة دي واحد بيقول يا نهار ابيض مش معقولة دي شكلها بيضة النمر الابيض الاسطوري. فعلى طول مينج بيقول ايوه هي دي اللي كنت راسيها، وبيظهر وراه فجأة وبيخرج هالته المرعبة معلش بقى بس دي تلزمني. والولد بيخاف جدا وبيجري، ومينج بيرفع ايده الان فلتظهر ايها النمر الابيض الاسطوري. وفعلا بيقدر في لحظات انه يستدعي النمر وبيرتبط معاه، وكل الموجودين بينبهروا من جمدانه، والحارس مصدوم وبيقول لنفسه مين الولد ده وازاي قدر يخرج حيوان اسطوري بالسهوله دي. وبيقول لكل المشاركين الوقت قرب يخلص، واللي هيفشل انه يستدعي حيوان مش هيقدر
قدر يشارك تاني الا بعد 5 سنين، وبدأ العد التنازلي. متبقي 60 ثانية وشياو جايب اخره، بس برضه البيضة اللي بيحاول فيها دي محتاجة كمية هائلة من الطاقة، وسامع كل الموجودين هما بيتريقوا عليه. استسلم احسن لك وجرب حظك كمان 5 سنين. بس بيبص لمينج وبيلاقيه بيبص له، وعينه محملة بالثقة والامل تجاهه، فبيقرر في اللحظة الأخيرة انه ينسحب ويحاول في بيضة تانية، بس المرة دي يسيب الحيوان السحري هو اللي يندهله. وفعلا ده اللي بيحصل، وبيختار بيضة الصفر نجوم، وبينجح انه يستدعي الحيوان بتاعه، وبيكملوا العقد في اللحظات الأخيرة. وبعدها شياو بيقعد مع نفسه محبط جدا، فمينج بيروح له في ايه، فبيقول له زعلان جدا لان في الاخر عملت عقد مع حيوان ما عندوش ولا نجمة. فبيضحك وبيقول له مفيش حيوان سحري ضعيف، انما في مروض ضعيف، وصدقني انت ما تعرفش حيوانك ده هيبقى قوي ازاي. وساعتها الكلمات دي دخلت في قلب شياو، وبقى متحمس جدا لكل اللي جاي. وطبعا مينج عارف ان حيوان شياو ده مميز جدا على عكس الظاهر قدام الناس. وفي الوقت ده مينج بياخد البيضة المحملة باكبر طاقة روحية وبيكسرها، فشياو بيتصدم انت بتعمل ايه يا مينج؟ بس بيظهر سائل ذهبي غريب جدا جواها، فبيضحك وبيمسك النمر الابيض وبيخليه يمتص كل السائل ده. وشياو مش فاهم حاجة، انت بتعمل ايه؟ فمينج بيقول له البيضة دي في الحقيقة ما فيهاش حيوان سحري ولا حاجة، لا دي حرفيا كنز قادر انه يمنح لاي حيوان سحري قوة جبارة جدا. وشياو بيعمل زيه وبيقوي حيوانه هو كمان. وفي الوقت ده كل الموجودين بيتجمعوا عشان دلوقتي هتبدأ المرحلة النهائية في الاختبار، وهي معارك وتحديات بين المشاركين. فمينج بيقول وليه كل ده؟ انا بتحدى كل الموجودين لوحدي. فالحارس بيقول ده قانوني، بس هل هتقدر تفوز فعلا؟ فبيضحك اللي قلبه جايبه يوريني نفسه، وبيغضبوا كلهم ويهجموا عليه مرة واحدة. وفي اللحظة دي الآن اطلق الضباب ايها النمر الابيض. فجأة الضباب يعم المكان، محدش شايف اي حاجة، وشياو قاعد يندى على مينج انت رحت فين؟ فبيظهر وراه وبيقول له اتفرج وتعلم يا شياو. في لمح البصر بيفشخ كل الموجودين وبيختفي كل الضباب في المكان. والحارس اتصدم ومش مصدق، ده استخدم قوة مجال الحيوان بتاعه، وفي لحظات معدودة خلص على الكل. بالتأكيد ده هيكون مقاتل مرعب جدا. وبيعلن نجاح مرشحين بس في هذا العام، وهم شياو ومينج، وتأهل مينج لمرحلة النخبة. وبيركب السفينة وبيودع شياو، هستناك على جزيرة يا شياو. وبعدها السفينة بتتحرك، ومينج بيقول دلوقتي هتبدأ رحلتنا في الوصول للقمة والفوز بلقب الأقوى في هذا العالم. وبيمر الوقت، وفي اليوم اللي بعده مينج بيخرج من اوضته وبيتمشى في السفينه، وبيشوف واحد قاعد يتغلس على 2 وبيعذبهم. فبيقول ده بقى هوان، واحد متنمر عشان عنده شويه قوه ومهارات قاعد يدوس على خلق الله، وبيعدي من جنبه ولا كانه شايفه. فالولا بيتضايق وبيقول لاصحابه عاوزين نعلم على المقاتل الجديد ده. وبعدها مينج بياخد النمر بتاعه وبيروح يختبر قوته عشان يقدر يحدد مستواه، وكمان العنصر اللي قدر يستخدمه، وبيكون متقن لعنصر الرياح وكمان ايقظ عنصر الارض. فبيقول يا ابن اللعيبه بالسرعه دي قدرت تعمل كل ده. وبعدها بيمشي، وفي اللحظه دي بيطلع في دماغه شعر جميل جدا، وبيبص في الازاز وبيتصدم وايه اللي حصل؟ مش معقوله، ده النمر الابيض ايقظ كمان مهاره ايفر سبرينج اللي بتمكن اي شخص من التنقل عن طريق تغيير شعرهم، ودي اندر قدره في عنصر الخشب. ومش بس كده، لا دي المرحله النهائيه اللي بتفتح مهاره الدمج، وكمان الجروح بتتعالج بسرعه رهيبه جدا. وبيضحك اذا هغير هويتي، ومن دلوقتي حان الوقت لاحصل على ما جئت من اجله. وباستخدام حبه الدمج هقدر انا والنمر نتحد مع بعض، وقوتنا توصل ل4 نجوم، ونقدر كمان نطورها. شكله ناوي على خراب يا جدعان. وبعدها بيقعد يفتكر هو كان حاطط حبه الدمج فين، وبيوصل لمكانها وبيلاقيها فعلا، ولسه هياخدها بيلاقي الحراس طلعوا وبيوسعوا الطريق لزعيمتهم. وفي الوقت ده بتكون السفينه قربت من الجزيره اللي هينزلوا عليها، فبيقول لنفسه لازم اخلص بسرعه واخد اللي انا عاوزه. وفي اللحظه دي هوانج واللي معاه قاعدين يتغلسوا على بنت وعاوزين ياخدوا منها ادواتها، بس البنت بترفض. فبيمسكها انت شكلك عاوزه تترمي من هنا، وكل المقاتلين خايفين يتدخلوا. وبيقول له هوانج معاه حيوان فئه النجمتين، مش هنقدر نعمل حاجه قدامه. والزعيمه والحراس في الوقت ده قاعدين يتفرجوا ويشوفوا اللي هيحصل. في الوقت ده بيتكلم مينج ايه انت وهو مش عيب تتشطروا على بنت ضعيفه؟ فواحد بيقول له وانت مين بقى؟ ولسه بيهجم عليه. مينج بيكعبله هوب بيجيبوا الارض. فهوانج بيغضب جدا انت عاوز انت كمان؟ فبيقول له انت اللي عاوز مش انا، انت اللي قاعد تعمل مشاكل. وهوانج بيغضب اكتر وبيقول له انت عارف ايه تمن اللي عملته؟ وانك تمد ايدك على واحد من رجالتي؟ بس انا هعلمك الادب.
وبيندمج مع حيوانه السحر وهيئته بتتغير بالكامل، وكل الموجودين بيترعبوا، بس مينج ولا بيتهز حتى. فوانج بينقض عليه بسرعه رهيبه والدخان بينتشر في المكان، بس مينج بيختفي وبيطير في السماء وبيقول ده مكانك بالنسبه لي، انت على الارض وانا في السماء. بدأناها من الاول. ووانج بيزعق انزل وريني نفسك، فبيقول له وحياتك مش مستاهل انزل حتى، وبيقول للنمر وريهم حاجه بسيطه كده من اللي نقدر نعمله. وفجاه بيطلق عليهم رياح وضباب قوي جدا، وانذار السفينه بيضرب، وفريق غرفه التحكم بيحاولوا يسيطروا على الوضع ويحركوا السفينه بسرعه عشان يشيلوا الضباب، بس برضه من غير فايده. ووانج لسه قاعد يدور على مينج، وفجاه بيظهر وراه وبيسيب ضربات كتيره، وبينط وبينزل عليه بضربه في الثانيه وهوب بيختفي، وبيظهر تاني، وكل لما يحاول يصيبه بيختفي لحد ما بيقع وانج راكعا على الارض. ومينج بيقول ده هو مقامك لما فكرت بس تتحداني. بيرزعه برجله في وشه بيجيب اجله حرفيا بضربه زلزلت السفينه بالكامل، وكله مصدوم من العظمه اللي شافوها. فمينج بيقول احب اعرفكم عن نفسي، انا وانج سيتو. ايه ده غير هويته يا جدعان، وكل الموجودين بيسقفوا له، والنمر في وسط الزحمه بيجيب له حبايه الاندماج. وفي اللحظه دي بتنزل الزعيمه، انت شكلك قوي وحمستني جدا، بس اللي عملته ده غلط. دي بقى يا معلم صاحبه لقب جراند جولد ستار، واحده من قاده المجلس الاعلى، قوتها لوحدها توازي 4 نجوم. ومينج بيقول لنفسه نسيت ان المتوحشه دي موجوده معانا على السفينه، وبتقول له ضرباتك سببت ضرر للسفينه وانا ما اقدرش اتغاضى عن ده، فلازم تتعاقب، بس هديك تحدي ان قدرت تتفادي ضربه واحده مني فاعفو عنك. مينج عامل فيها ولا همه، بس في الحقيقه من جواه خايف جدا، ضربه واحده منها كفيله تجيب اجلي. وبتبدا العد التنازلي، ومينج بيقول لنفسه لازم يخلع بسرعه بس من غير ما اكون بهرب منها. فبيقول لهم كل اللي عملته اني دافعت عن حد ضعيف، والمجلس الفاسد عاوز يعاقبني على اللي عملته، بس على العموم انا خدت اللي عاوزه، واللي حصلني كسرني. وبينط من على السفينه. يا ابن اللعيبه خلع بشياكه، والزعيمه بتضحك حلو قوي، اتمنى اشوفك بعدين. ومينج بيقول دلوقتي بقى لازم اروح الجزيره واطور قوتي، وصحيح انا فاكر ان في حد هناك احتاجه جدا. ووقت ما هو بيفكر شعره كله بيطير والاجنحه بتختفي وبيكون هيقع، فالنمر بيجري بسرعه وبيحاول يلحقه. وفي الوقت ده بتكون في عصابه اسمها عصابه الصخر، زعيمهم الاكبر مات، فبيجي واحد وبيقول دلوقتي انا الزعيم الجديد. فبيقولوا له لا، الزعيم قال وصيته ان من يروض النسر الصخري هو بس اللي يقدر يقودنا. فبيظهر النسر وبيكون الشخص ده روضه بالفعل، من النهارده عصابه الصخر ملكي، واللي عنده اعتراض يوريني نفسه. ولسه ما كملش كلامه بينزل على مينج من السمك النيزك، والنسر بيصرخ غضبا وبيطلق قوته. فمينج بيقول ما ترجعش تزعل، انت اللي اخترت. بيشويه حرفيا وبيتعشى بيه، وكل العصابه اعترفوا بيه كزعيم ليهم. والولد اللي كان عامل فيها زعيم بيركع لمينج وبيحاول يكسب تعاطفه عشان يغدر بيه، بس مينج بيرزعوا رجل بيطيروا بعيد، وبيقول لهم من النهارده هغير العصابه، وبيطلع لهم شعر كلهم وبيغيروا من هويتهم بالكامل. وبيقول لهم اول مهمه دوروا لي على بنت شعرها اخضر، وبيبداوا فعلا. وبيجي اليوم اللي بعده، وهنا بتكون في 3 بنات قاعدين يجمعوا ورود، والبنت دي بقى هي بايجي، هي دي ام شعر اخضر اللي مينج بيدور عليها. وفي الوقت ده بيجي 3 من عصابه الصخر، والبنات بتتصدم ازاي شكلهم اتغير كده، وبيتكلموا مع بعض وبيمشوا، وبتتبقى البنت ام شعر اخضر. وفي اللحظه دي مينج بيكون واقف بعيد وبيشوفها، ايوه هي دي بايجي، وبيشوفها بتتدرب مع حيوانها السحري واللي يطلق عليه سيد الصخر. وبيقول لنفسه البنت دي انا فاكر انها قويه ولطيفه جدا، وكل الحيوانات بتحب تقاتل معاها. وفجاه هو بيكلم نفسه بايجي بتخرج قوه هائله جدا، وبتهجم بضربه مرعبه ومتجهه ناحيته بسرعه مش طبيعيه، فبيطير بكل سرعته وبيتفادى الهجوم في اللحظه الاخيره. وبيقول لنفسه يا نهار ابيض ايه كل القوه دي، ده لو كنت اتصبت بالهجوم ده كنت رحت فيها، بس دي اللحظه المناسبه اللي اظهر فيها. وبيروح لها فعلا وبيقول مهما كنت موهوبه مش هتكون لموهبتك اي فايده لو ما قدرتيش تسيطر عليها. وبيعرف عن نفسه انا وانج سيتو، وبيقعد يتكلم معاها وبيعلمها ازاي تتحكم في قوتها. وفي اللحظه دي شعره بيكون بيقع، وكمان افراد العصابه بيجوا جري وشعرهم وقع هم كمان. ياه على الكسفه اللي انت فيها. بياخدها جري هو كمان وبيختفي. وبيمر الوقت ومينج تقمص شخصيته الجديده اللي هي وانج زعيم عصابه الصخر، وبنى قلعه ضخمه وجمع كل اهل القرى واطلق نظام يحافظ على سلامه الجميع. ومرت الايام وكلهم بقوا بيحبوه، وكمان بايجي بقت بتروح له القلعه كتير، وعلاقتهم بقت كويسه، واستغل قدره حيوانها السحري وعمل قاعده ضخمه جدا. وعلى مدار الايام كان وانج بيحضر وبيجهز تركيبه حبه الدمج، وقرب ينتهي من تحضيرها، بس بيقول مش عارف ليه انا حاسس ان الامور مش هتمشي بالسهل كده. وبالفعل زي ما توقع بالظبط، في الوقت ده جي بتكون راجعه للقريه، بتلاحظ حاجه غريبه، مفيش ولا حد موجود، وبيظهر وراها حد من فرقه الصقور، وبيقول لها ما تقلقيش انا ياو عضو في فرقه الصقور، وجينا هنا عشان نحميكم. اوبا ده شياو انضم لفرقه الصقور وجوم هنا عشان يقضوا على عصابه الصخر. وبيقول لها تعالي معايا اوديك المكان الكرويين، وبيكونوا جمعوهم كلهم في مكان واحد، وبيظهر قائد فرقه الصقور لي هوي،
واحد بيقول له بنرحب بيكم طبعا في جزيرتنا، بس ليه جيتوا هنا؟ فبيقول له بكل بساطة جينا عشان نقضي على الشر، قطاع الطرق، عصابة الصخر، اطمنوا كلكم هنبيدهم عن بكرة ابيهم. كلهم بيتصدموا، بس ليه؟ دول كويسين وطيبين جدا معانا. وجي بتتكلم لا استنى، الزعيم وانج والتابعين ليه كلهم ناس طيبين وما بيأذوناش وكل الكرويين بيتفقوا معاها. فواحد بيروح يمسكها، انت شكلك جاسوسه يا بنت انتي، ليه بتدافع عنهم بالشكل ده؟ بس شياو بيوقفه هو واحده كمان واللي اسمها يو، ودي البطله الثانيه في قصه عمنا شياو مينج، وقائدهم بيروح لها اسفين على التهور بتاعه، بس احب اقول لك نصيحه، دول شويه مجرمين بيمثلوا عليكم مش اكتر، بس اطمني هنبيدهم قريب جدا. شكلها هتولع على الاخر يا جدعان. وبيجي الليل وهنا وانج بينتهي من تحضير حبة الدمج وبياخدها وبيقول بعد 4 ساعات من دلوقتي لما تكتمل معالجة حبة الاندماج ستبدأ رسميا خطتي في ان اكون الاقوى في هذا العالم. في الوقت ده كانت جي بتجري بسرعة ناحية القلعة وبتقول لازم احذر وانج بسرعة، وفي اللحظات دي كان القائد هوي وبقية الفرقة بيراقبوها وبيقول كنت متوقع انها تحذرهم بس مش هتلحق تعمل حاجة، وبتوصل للقلعة وبتزعق بسرعة لازم تحذروا الزعيم وانج، ولسه ما كملتش كلامها سهم ناري بيصيب الاسوار وبتشتعل النيران بسرعه مرعبه جدا تاكل في كل من تراه، وبيظهروا اعضاء فريق الصقور. واحد بيقول حاولي تتحركي وهتموتي مكانك، واعضاء العصابه بيحاولوا يوقفوهم بس بيظهر شياو من فوق وبيصيبهم ضربه قويه جدا بحيوانه، واللي بيكونوا اتطوروا وبقى عنده نجمه واحده خسف بيهم الارض بضربه واحده بس، وهو بيقول لهم سيطروا على كل المكان وفرتكوا اي حد يقف قدامكم. واحد بيتكلم وبيقول للقائد مهما كانت قوتكم مش هتقدروا تقتحموا القلعه لان زعيمنا هيقضي عليكم، وبيروح يشوف القلعه وبينبهروا من قوتها وبيهجموا عليها بس من غير فايده. فهو بيقول لهم لا احنا هنخلي زعيمهم يخرج بنفسه. وفي الوقت ده كان وانج بيمتص حبه الاندماج في جسمه وبيخلص، بس لسه متبقي النمر الابيض وبيقول شكل النمر هيتاخر شويه. وفي اللحظه دي بيسمع اصوات كتيره جايه من بره فبيطلع يشوف ايه اللي بيحصل، وكانت الصدمه بيشوفوا مشهد مرعب جدا وبيتصدم، وبيكونوا مكتفين كل الكرويين وكمان اعضاء العصابه ومكتفين باي جي في خشبه في النص وحواليها قش كتير وبيهددوا بقتل كل الافراد الموجوده، وعلى راسهم باي جي واللي هيولعوا فيها. ومع ذلك جي لسه بتدافع عن وانج، وشياو بيكلم قائدهم وبيقول له احنا هدفنا العصابه وزعيمهم بس ايه ذنب الكرويين والبنت دي؟ فبيقول له دول متواطئين معاهم يعني لازم يتعاقبوا، ولو البنت دي ما خلتش زعيمهم يظهر فحرقوها. صدمة بكل المقاييس، موقف صعب جدا وانج مش عارف يعمل ايه، بس بيقول هما كده كده مش هيقدروا يقتحموا القلعه فلازم استنى النمر الابيض لحد ما يخلص الامتصاص وساعتها اقدر اقتلهم كلهم. بس بيسمع واحد وهو بيقول يا من تختبئ في القلعه لو ما ظهرتش فهنحرق البنت دي قدامك. وانج بيقول انا مش غبي عشان اطلع دلوقتي واواجه كل العدد ده من المقاتلين المحترفين لوحدي، محتاج شويه وقت بس مش اكتر واطلع اعلمكم الادب. وواحد بيعذب جي وبيقول لها زعقي واندهل زعيم العصابه وانج سيتو، بس بترفض وبتقول لا وانج كان قايل لي ان الليله هيكون مشغول وبيحضر لحاجه مهمه جدا، فبيقعد يضغط عليها اكتر ويعذبها وخلاص يحرقها. بتعمل ايه يا روح امك؟ فجاه بيظهر وانج بينزل عليه بضربه مرعبه جدا. بتعمل ايه يا روح امك؟ فجاه بيظهر وانج بينزل عليه بضربه مرعبه جدا بتزلزل الارض بالكامل وبيفرتكوا حرفيا، وعلى طول اول واحد بيهجم على بضربات كتيره بس بتفادى الهجمات، ولكن بتظهر حواليها حشرات متفجره بتنفجر بقوه. معقوله وانج اتصاب؟ بس شياو بيقول لا، وفعلا وانج ما تاثرش باي حاجه، بس في اللحظه دي بتظهر وراه يو فبتصدم البطله الثانيه يو ايه اللي جابها هنا، وبيفادي هجومه في اللحظه الاخيره وبيقول هو ده اخركم؟ بس القائد هو بيتحرك وريني شطارتك بقى يا عم البطل، وبيخرج نسر الناري. فوانج بيقول دي مشكله كبيره مش هقدر اقتله لوحدي من غير النمر الابيض، ولو اتصبت بضربه واحده بس هكون في ورطه حرفيا. وبيكون هو هيهجم بنيرانه بس وانج بيجري بسرعه كبيره وبيتحرك في كل مكان، لازم اشتت تركيزه لحد ما النمر يخلص. فهو بيقول لهم وقفوا بكل قوتكم، وبيهجموا عليه كلهم مره واحده وبيجري بسرعه هائله جدا وبيتفادى كل هجماتهم بكل قوته. لازم اجري اسرع اسرع، وهو بيقول سريع جدا لازم نوقفه، وبيقول لشياو يلا واقف ليه؟ روح ساعد بقيه الفريق. وشياو واقف ومصدوم من سرعه وانج ومش مصدق انا حتى مش قادر اشوفه، بيتحرك بسرعه جباره وبيفتكر صاحبه المقرب مينج لما كانوا بيتدربوا مع بعض وبيقول له انت سريع جدا يا مينج، وقال له ساعتها لو ما قدرتش تشوفني بعينك فتوقع حركاتي القادمه. ودلوقتي وانج بيتفادى كل الهجمات وبيهجم على يو بسرعه وخلاص يسيبها. فجاه شيو بيصيب ضربه خطيره جدا من ظهره وبيرزعه في الارض. شيو استخدم نفس الاسلوب اللي مينج علمه له، وطبعا هو ما يعرفش ان مينج هو وانج. وانج بينزف دم من كل جسمه، وفي اللحظه دي القائد بيجهز هجومه. انطلقي ايتها النار المشتعله، بيصيب ضربه مرعبه بكل معنى الكلمه، هجوم خارق حرفيا. وجي بتعيط من كل قلبها لا ما ينفعش تموت يا وانج. واحد بيقول لهوي نعمل ايه يا قائد في بقيه الكرويين واعضاء العصابه؟ خلصوا عليهم. وبيرمي النيران وهيولع فيهم، وشيو بيزعق وبيقول لا بس ما بيلحقش. معقوله خلاص هيموتوا كلهم؟
ولكن في تلك اللحظة بتهب عليهم رياح شديدة جدا بتطفي كل النيران. وهكذا ظهر اخيرا اللي هيعلمكم الادب يا شوية اوباش. ايه فكرتوني مت؟ في اللحظات الاخيرة النمر الابيض خلص امتصاصه واندمج بسرعة مع وانج وكل جروحه بتتشفى وشكله بقى مرعب جدا وبيضحك. فهو بيغضب وبيقول اهجموا عليه كلكم، وبيعملوا كده فعلا. بس بتعملوا ايه بس؟ مهما بلغت قوتكم فانتم قدامي ولا حاجة. بيخرج اجنحته وبوم بيحصل انفجار هائل جدا وهو بيضحك بس ملحقش يفرح وبيكون وانج متخدش حتى وفرتك كل الهجمات. دلوقتي بقى جه دوري وبينقض عليهم بقوة مرعبة وبيفرتكم واحد ورا التاني في لمح البصر وهو مصدوم من اللي شايفه. مستحيل، دي قوة مطلقة 4 نجوم. وفجأة بصر وانج وراه. دلوقتي جه دورك وبوم بيرزعوا ضربة قوية بالطيارة والناس اللي بيمسكوا بيكون هيهرب. بس على مين؟ بيظهر وانج وراه بوم بيرزعوا في الارض بقوة فتاكة والولا مرعوب جدا ومش قادر يتحرك. وفي اللحظة دي شيو بيوقفه ويو ماسكة جيكا رهينة وشيو بيقول له ما تفهمناش غلط، احنا مش هنأذيها بس بنعتذر جدا على تصرف قائدنا. بس خلاص ما حدش اتأذى، ده بل فريقنا هو اللي دفع الثمن. نرجو منك انك تسامحه وهنمشي من هنا على طول. بس هل تعتقد وانج بالطيبة دي؟ لا والله. بيدوس على هوي برجله بقوة كبيرة وبيضحك. طب لو رفضت هتعمل ايه؟ فشيو بيقول له اذا انا يو بتحداك في نزال. وانج بيضحك ويو بتقول وانا كمان هنضم لك يا شيو. وانج بيتحمس جدا. بطلين القصة في مواجهة كاتبها. شيو على طول بيهجم بحيوانه وانج بيقول شيو بطل القصة وحتى حيوانه اللي بقى نجمة واحدة قوته بقت هائلة بس مش عليا. بينط بسرعة بوم بينكعوا بوكس بيطيروا وبتظهر يو وراه بس بيسيبها ولكن بتهجم عليها بضربات كتير بس بتصد عليها بكل سهولة بل وكمان بيسيبها وبيجيبها الارض. انتوا الاتنين اقوياء بس مش قدي. وفي اللحظة دي وانج بيلاحظ حاجة، باي جي فين؟ وبيكون الغدار هو ياخدها وهرب. فوانج بيروح وراه وهو بيقول لنفسه هاخد البنت دي رهينة واول ما اخرج من الجزيرة هقتلها. وفي الوقت ده بيشوف الولد اللي كان عامل فيها زعيم عصابة الصخر وبيكون عارفه وبيسيبه في رجله وبينزل له اشرح لي موقفك بقى يا روح امك. ولا بيقعد يتوسل له ارحمني ارجوك. فبيقول له انا ساعدتك تقتل الراجل العجوز زعيمكم عشان تبقى انت الزعيم وتاخد قطاع الطرق وتعملوا جرايم في كل حتة عشان اجي واخذوا الجزيرة. جه منين بقى وانج سيتو ده؟ ليه ما بلغتنيش؟ يا جدعان ده هو اللي عمل كل ده عشان يسيطر على الجزيرة بحجة تحقيق العدل والامان وكده. فبيقول له معرفش، هو نزل فجأة من السماء بس ما بيسمعلوش وبوم بيخلص عليه. في اللحظة دي بيجي نائب ونائبة الفريق جينا وراك عشان نطمن عليك بس اللي سمعناه ده معقولة كل كلامك عن العدالة وتحقيق السلام كله كان كذب؟ اذا سمعتم كل حاجة، اعمل فيكم ايه دلوقتي؟ وبعد شوية جي بتفوق وبيكون هو يخلص عليهم وقتلهم وبيروح له وبيمسكها. الدور الجاي عليكم، هقتلكم كلكم وفي الاخر هخلص على زعيمكم وهقول للمجلس انكم هاجمتوا علينا فاضطرينا نحاربكم لاخر نفس وقتلناكم. فبتقول له ايه كمية الوساخة اللي فيك دي؟ وفي اللحظة دي بوصل وانج حقيقي مش عارف اقول ايه، انت وصلت لمستوى عالي قوي من السفالة والغدر. فبيقول له ابعد ولو فكرت تعمل حاجة هخلص عليها. فبيضحك وبيقرب منه بالراحة. انت فاكر انك لما تاخدها رهينة هتخوفني؟ بقول لك ابعد هقتلها بجد. وانج لسه بيقرب وبيقول لنفسه هعمل فيها مش هاممني وهو متردد وخايف لحد ما تيجي اللحظة مناسبة ونقض عليه. بس بيظهر حيوانه وبيمسك في رجله هوي. فوانج بيقول مش وقته وبيهجم عليه وكمان هوي بيهجم بكل سرعة على جي وخلاص يسيبها ولكن وانج بيقف في اللحظة الأخيرة. فهوي بيضحك اذا انت عاوز تحميها وبتمثل وبيسيب ضربة قوية وبيبعده وبينزف دم كتير. وهوي بيضحك كنت هتضحك عليا والله لو قربت دلوقتي هقتلها. يا جدعان وانج مش عارف يعمل حاجة. هوي بيسيب ضربة مرعبة جدا في رجله حرفيا اخترقتها ولكن بتتعالج بسرعة. فهوي بيضحك انت بتتعالج بسرعة رهيبة جدا. بيسيب ضربات كتيرة جدا ورا بعض وانج بيقع على الارض وجسمه اتخرم حرفيا ومش قادر يتحرك وكمان مفعول حبة الاندماج قرب يخلص. وانج في وضع صعب جدا وجي بتعيط عليه من كل قلبها. لا اقف يا وانج وسيبني انقذ نفسك. وفي اللحظة دي هوي بيهجم على وانج بالضربة القاضية وخلاص هيموت. وفي اللحظات دي جي بتفتكر كل اوقاتها مع وانج وبالتحديد لما ظهر لها لاول مرة وعلمها ازاي تتحكم في قوتها وبتعيط يا ريتني كنت اقوى من كده. وفي تلك اللحظة بتقدر تفعل قوتها الجبارة من تاني بتصيب قوة هائلة جدا وبتطيره. فبيغضب جدا وبيكون هيقتلها بس بتعمل ايه يا روح امك؟ بيظهر وانج وراه في لمح البصر وبيزعق بعلو صوته ده على جثتي يلا بينقض عليه بقوة جبارة جدا بيزلزل الارض بالكامل وهو يتفرتك حرفيا ومات للابد. وبيوصل شياوي الباقي وانج بيشتل جي وبيقول اخيرا وصلتوا يا بتوع العدالة. كان بيضحك عليكم وغاسل مخكم بس
بحذركم للمره الاخيره، اللي هيقرب من ارض تاني هبيده من على وش الارض. فشيو بيتكلم بصفته القائد دلوقتي بعد موت النواب. هو يضحك علينا، انا اسف جدا. وانج بيقول له انت بالذات راجع نفسك كويس، وبعدها بيمشي. وشياو غاضب وزعلان جدا، انا غبي، وبيعيط. لو كان مينجي موجود دلوقتي ما كانش هيحب ابدا يشوفني بالضعف والسذاجه دي. وبعدها بيمشوا كلهم. وفي الوقت ده بيظهر شخص غريب لابس رداء وبيقف عند قبر هوي. ما توقعتش ابدا ان حد يقدر يقتلك يا هوي، بس برضه هستفاد منك، لان امام عظمه قوتي حتى الجثث قادره تفيدني. وبيحط نص دم على قبره، والصدمه ان الجثه بتخرج فعلا. يا جدعان، هو ايه اللي بيحصل؟ ومين الشخص الغريب ده؟ وشكل كده الاحداث الجايه هتبقى ضرب نار. في الوقت ده على سفينة شخص بيروح لوحده. يا زعيمة، في خبر جديد، اتقتل قائد فرقة الصقور ليهوي على جزيرة شانجوي، والزعيمة شيان راحت تحقق في الموضوع ده. وشيان دي يا جدعان هي نفسها القائدة الملقبة بجراند جولد ستار. والشخص ده بيكمل كلامه، والقائد الأعلى بيكلفك بالتحقيق ورا المقاتل المجهول اللي نط من السفينة قبل كده. فبتقول له وانج سيتو مش كده؟ أيوة هو ده، عمل مشاكل كتير في الفترة الأخيرة. فبتقول يا خسارة، كنت عاوز أروح جزيرة المجال السماوي جزيرة باهوانج، بس ماليش نصيب بقى. وفي الناحية التانية على تلك الجزيرة الحراس واقفين واخدين اوامر انهم يقبضوا على اي حد من عصابه الصخر، وكمان اتوزع عليهم كلهم صور وانج عشان يبلغوا على طول اول ما يشوفوه. وفي الوقت ده وانج كان وصل هناك فعلا ومعاه باي جي، وبيقول بعد اللي حصل على الجزيره بقيت مطلوب العداله والمنظمه بتدور عليا. وبيقول لجي ناديلي بسيتو، بلاش وانج دلوقتي. وبعدها بيقعدوا ياكلوا في مطعم. واحد شغال في المطعم بيقول له انت جاي عشان البطوله ولا ايه؟ فجي بتقول له بطوله ايه؟ فبيقول لهم بطوله فنون قتاليه عاملها ملك الجزيره باهوانج، والاقوى في البطوله دي هيبقى زوج بنته، وكمان هيديه مكافاه جامده جدا. وفي الوقت ده هم قاعدين بيجي واحد لابس درع حديد وبيضرب في الرجاله اللي عاوزين يشاركوا في البطوله، وبيشوف باي جي وشكله كده اعجب بيها. بس بعدها بتمشي هي وانج وبيروح للطريق اللي بيوصلهم لمكان البطوله، وبيكون طريق ضيق وسط جبال وانهار. فوانج بيقول لنفسه كل دول مشاركين في البطوله، لازم اخلص من شويه كده. فبيقعد يضللهم ويقول لهم ان الطريق الصح هو من فوق الجبال، واللي بيعمل كده بتصب عاصفه رياح قويه جدا. وبيقول للمجموعه الثانيه ان الطريق الحقيقي في النهر، وطبعا كل الكلام ده غلط. فبيغضبوا جدا منه وبيهجموا عليه بحيواناتهم السحريه. بس في اللحظه دي جي بتدخل قوتها وبتصدر صخر كبير جدا وبتفتك الحيوان الاول، بس التانيين بيقدروا يحطموا الصخر وخلاص يسيبوا وانج. بس على مين؟ بيطلق النمر الابيض وبيحلق عاليا وبيظهر برق ورعد مرعبين وبيهجم عليهم بسرعه هائله، بس ما بيعملش اي حاجه، يا دوب بيخوفهم وبيعميهم بالرمل اللي مال المكان. وفي لحظات جي بتصيبهم بصخورها، بس مع ذلك بيقفوا من تاني وبيغضبوا اكتر وبينقضوا على وانج مره تانيه. بس في اللحظه دي بيظهر دب من فوقهم وبوم بيزلزل الارض بالكامل، وبيخافوا جدا وبيهربوا. وبيطلع ان الدب ده هو الحيوان بتاع الشخص المدرع، وبيروح يتكلم مع جي وبيقول لها انا اسمي شيونجي، جيت عشان اساعدك. فوانج بيقول له انت هنا عشان البطوله؟ فما بيعبروش ومتنح في وش جي. فبتساله هي انت جاي عشان البطوله؟ بس بيقول لها لا انا جاي ازور واحد صاحبي بس. وانج بيشوف الدب وبيقول الدب ده من فئه الثلاث نجوم وشكله كده قوي جدا، بس مش عارف ليه حاسس ان دي بنت مش ولد. وفي الوقت ده المقاتلين جايين جري وفي سرب نحل كبير جدا بيهجم عليهم. فوانج بيقتل واحده وبيمسكها وبيقول دي حشره فئه النجمتين بس ظهورها نادر جدا، ايه اللي جابها هنا دلوقتي؟ اكيد في حد دمر الخليه قصده. وفي اللحظه دي بيظهر واحد وبيقول لهم تعالوا من على الجسر، الحشرات دي ما بتحبش الميه. فوانج بيضحك، هو الموضوع كده بقى، عاوز تدرجهم لهناك عشان نصب لهم فخ. وانج بيقول للمقاتلين ايوه عنده حق، اهربوا من هناك، وبيخليهم يجروا كلهم. وجي لسه تروح معاهم بس وانج بيوقفها. وفي اللحظه دي الجسر بينفجر وبيخلصوا على كل المقاتلين دول، وبيظهر واحد كمان وبيكونوا الاثنين دول مشاركين في البطوله وهم اللي عملوا كل ده. وانج بيضحك كنت عارف، وبيعرف عن نفسه انا وانج سيتو مشارك معاكم في البطوله، ايه رايكم نشكل فريق لحد ما نوصل؟ فالاثنين بيعرفوا عن نفسهم، انا وين يشرفنا اكون معاك، والتاني بيقول وانا يو داشينج موافق اتحالف معاكم. بس في اللحظه دي فجاه وانج منقض على بسرعه مرعبه، بيحصل انفجار كبير وكمان وين بيهجم عليهم. وانج بيقول لهم ما تخافوش، كنت بختبر قوتكم مش اكتر. بس بيهجموا على بعض بضربات كتيره ومصممين ان حد يخلص على التاني، بس بعد مده طويله بيزهقوا وبيقفوا، وبقيه المشاركين بيوصلوا، ولما بيشوفوهم قاعدين كده بيستغربوا جدا، اكيد الطريق ده فخ فمش هنعدي. وفي الوقت ده الشخص المدرع بيقول لنفسه مش هينفع كده، لازم اخدعهم واخليهم يدخلوا المضيق ده. وبتقول لوانج والباقي ادخلوا، ده الطريق اللي هيوصلنا لمكان الملك وانج. بس وانج بيقول للاثنين اللي كان بيقاتلهم ايه رايكم ننفصل هنا، انتوا من طريق وانا من طريق. فبقيه المشاركين ما بيشكوش في حاجه وبيدخلوا المضيق. والمدرع بيقول هتفضلوا قاعدين كده ولا ايه؟ انتوا كده هتتاخروا وهيوصلوا قبلكم. وهم لا حياه لمن تنادي، محدش بيعبروا اصلا، بس ليه هو عاوز يضللهم؟ غريب برضو الموضوع ده. وفي اللحظه دي المدرع بيطلق تعويذه بيقضي على كل اللي داخل المضيق. اكيد وراه السر اللي هو المدرع ده.
ده. وبعدها وانج والباقي بيدخلوا المضيق، وانج بيبص للمدرع وبيقول لنفسه اكيد الفخ ده من تنفيذ المدرع، قوته لا يستهان بيها برضه، بس ليه بيعمل كل ده ما دام هو مش مشارك في البطوله. وفي الوقت ده جي بتقول لوانج هو انت هتتجوز فعلا بنت الملك بهوانج؟ فبيقول لها لا انا هاخد المكافاه وبس كده. وفجاه وبدون سابق انذار بيحضنها وبيطلع من شعرها حشره دمويه وكانها اداه تجسس. فبيقول اذا ده هو اللي بيستخدموه في التجسس. ايه يقصد مين يا جدعان بالكلام ده؟ وبعدها بيمر الوقت وبيوصل وانج وكل الباقيين لمكان البطوله، وفجاه بيسمعوا صوت حد بيضحك. حضر النهارده عدد كبير من المواهب الشباب، يسرني ان اشوفكم النهارده. وبيظهر وبيطلع ده هو الملك اللورد بهوانج، وبقيه المشاركين بيترعبوا من هالته وحضوره بس. وبيقول ازاي الدنيا مخيمه وبتمطر، لازم ده يتغير. وبيطلق قوه ناريه مرعبه جدا بتطير السحابه الضخمه اللي كانت محوطه السماء اللي فوقهم بالكامل. وانج بيضحك وبيقول ايوه ده هو بهوانج، شخص قوي متفاخر جدا بقوته الرهيبه دي. وبعدها بينزل ويشوف كل المشاركين، فوانج بيقول لازم اتميز وسط كل دول، فبيعرف عن نفسه وبيقدم هديه لبهوانج. وبهوانج بيقول مظهر راقي جدا، انا خلاص اخترتك انك تكون زوج بنتي. فوانج بيقول لنفسه لا انا كل اللي عاوزه ان انال اعجابه مش اكتر، انما الجواز كده على طول لا لازم اخلع. فبيمثل انه مريض وكده، وبهوانج بيقرب منه وبيسيب ضربك وهو بيطيره وبيقول مظهر قوي بس يا خساره ضعيف جدا. فوانج بيتصدم، يا نهار ابيض مش دي كانت الخطه خالص، تظاهر انه ضعيف بوظ كل حاجه. وبعدها بهوانج بيضرب واحد من المشركين ضربه قويه وبيطيره، بس الولا بيقوم وبيظهر انه قوي جسديا. فبهوانج بيضحك حلو ده والله، بس في اللحظه دي بيجي المدرع وبيلبسه القناع في دماغه. وكانت المفاجاه دي طلعت تيتان اخت البنت اللي كله متقدم لها النهارده، يعني دي بنت بهوانج الصغرى. وبتقول كل دول مش مناسبين لاختي. بس في اللحظه دي بتحصل حاجه غريبه، الولا المعضل بيصرخ بعلو صوته وفجاه بتنطلق منه من كل المشاركين قوه مظلمه غريبه جدا وبتتجلى لا دي حشره من ارض الظلام بيستخدموها للتجسس والسيطره على البشر. فبتقول له مين؟ منظمات ارض الظلام. وبيظهر فعلا مقاتلين كل واحد لابس رداء اسود، ده يقصد وانج وجي والباقي. وفي الوقت ده وانج بيفكر وبيفتكر الخطه اللي كانوا عاوزين ينفذوها ويسقطوا ممالك كامله. بس في حاجه غريبه، هم ليه جايين في الوقت ده وليه اصلا ينفذوا خطتهم هنا؟ اكيد في سبب تاني، بس على العموم لازم نتحرك دلوقتي. وبيقول للمقاتلين الباقيين مش هنفضل واقفين كده، لازم نقاوم الشر. وبيقول لنفسه دي فرصه حلوه قوي ان ننال اعجاب اللورد بهوانج، وفي اسوأ الاحوال هاخد بايجي ونهرب بسرعه، ده لو ساءت الاوضاع يعني. بس بهوانج بيقول لا مادام فيا نفس يبقى انا اللي واقف الاوغاد دول عند حدهم واعرفهم كويس دي جزيره مين بالظبط. بيطلق قوه مرعبه جدا وفجاه بيخرج من تحت ارض تنين اسطوري وضخمه جدا وكلهم مصدومين من الرعب اللي شايفينه. وانج بيقول ايوه هو ده حيوان بهوانج السحري صاحب الست نجوم. ده مرعب جدا يا جدعان، ونائب القائد مش مصدق ازاي المعلومات عندنا قالت ان بهوانج فقد حيوانه. وانج بيقول لا ده مش حيوانه ذات نفسه، دي نسخه منه استدعاها بهوانج. وبهوانج بيقول معلش يا صاحبي بس ما كانش قدامي خيار غير اني استخدم قوتك. والتنين فجاه بيجمع قوه هائله جدا وبيطلق عليهم هجمات صاروخيه حرفيا، والقائد وبقيه اعضاء المنظمه بيحاولوا يهربوا بكل سرعتهم بس بتسيب عدد هائل منهم، والقائد بس هو اللي قدر ينفذ بجلده. عرفت يالا انت وهو ان اقدر ابيدكم لوحدي. وقائدهم بيكون طاير ومصاب جدا. بهوانج طلعت قوته اسطوريه زي ما سمعنا، انا استهنت بيك فعلا بس ده عشان معلوماتنا الاستخباريه كانت غلط المره دي. وبهوانج بيقول انت يالا اسمعني، عاوز تجرب تاخد ضربه كمان من دي؟ فبيتصدم لا لو عمل كده مش هقدر انجو ابدا. بس وانج بيقول لبهوانج ملهاش لازمه يا سيدي، سيبنا احنا نكمل الباقي. وانج بيقول كده عشان هو عارف ان بهوانج مش هيقدر يستحمل انه ينفذ هجوم كمان. وبيقول لنفسه والولا باربع نجوم ده مصاب اصابات خطيره فهقدر اقتله واهزمه. وبهوانج بالفعل بيوافق وبيقول لهم هسيب لكم الباقي. وبيقول في نفسه الحمد لله ما كنتش اقدر انفذ هجوم كمان زي ده. وانج بيقول له ارتاح انت بقى يا سيد بهوانج وسيب لي الباقي. وبهوانج بيقول شكل الولد ده قوي ومناسب جدا لبنتي وبعرف يختار صح. فالولد بيتصدم، نيتشينج ده هو الاسم الحقيقي للزعيم نيتونج، حتى في المنظمه قليل جدا اللي يعرف الاسم ده، انت مين بالظبط؟ وانج بيتكلم وبيقول مظلم وواسع داخل السحب في الاعلى، عميق وشامخ عبر الارض في الاسفل. فالولد بيتصدم صدمه عمره، مستحيل دي جمله زو تسانج رئيس مجلس مروضي الحيوانات وده اكبر راس في منظمه العداله بالكامل. وين والتاني بيقولوا اخيرا كشفت عن هويتك يا سيدي تسانج، وبيفكروا تسانج رئيس المجلس. والقائد بيقول لنفسه معقوله فعلا يكون ده تسانج رئيس مجلس الطائفه والملقب بملك العالم السفلي؟ بس ايا يكن ده مين انا هتوجه للمكان المطلوب واكمل الطقوس الاخيره، ولو كان ده هو زو تسانج فعلا فمش هيقدر يعمل حاجه. وبيقول اشوفك بعدين يا بهوانج وبيطير بسرعه بعيد. يا جدعان يقصد ايه بالكلام ده؟ وايه المكان والطقوس دي بالظبط؟
وفي تلك الاوقات حصلت مجزرة عند النهر الرئيسي، الدماء غرقت النهر بالكامل، ومنظمة عيون الدم ارتكبوا مذابح في كل حتة. وفي اللحظة دي شخص معدي وبيقول المجانين جماعة عيون الدم قاعدين يرتكبوا مجازر عشان يعملوا كارثة نهر الدم اللي ذكرت في التاريخ. وفجأة حد بيهجم عليه بس بتفادى الهجوم في لمح البصر، وبيكونوا دول جماعة عيون الدم، وبيقول لهم نيتونج ما علمكوش احترام الكبير ابدا ولا ايه؟ وبيشوف قائدهم وهو رايح ناحية المكان المقصود، وكلهم بيروحوا وراه. فالشخص ده بيقول شكلهم قربوا جدا من تنفيذ الخطة. ومن الناحية التانية وانج والباقي بيجروا بسرعة وبيدوروا على جماعة عيون الدم، وبنعرف ان قبل ما يتحركوا وانج قال لهم ان في حجر سحري في مكان معين، ده هو هدفهم ويحمل قوة طاغية لاقصى درجة، لازم نمنعهم انهم يوصلوا له لان محدش يقدر يدمره. فبهوانج بيقول لهم اذا اقبلوا الهدايا دي مني، وبيظهر كرات طاقة بتعزز القوة بيديها لكل واحد. بس وانج بيقول لجي لا انت مش محتاجة، وكمان خدي بالك الكرات دي هتأثر على نمو الحيوان بتاعك سيد الصخر، لانه في المرحلة التانية بيتحول لهيئتين ولد وبنت، وكل واحد فيهم ليه خصائص مختلفة، فلازم تاخدي بالك في اختياراتك. بس حيوانه ما بيسمعش الكلام وعلى طول بياكل كرة الطاقة. نرجع تاني للاحداث الحالية، وانج بيقول لنفسه يا ترى قوة النمر الابيض توصل لفين لو اكلت كرة طاقة متعددة الخصائص، يعني فيها كل العناصر والمهارات وكمان فاكهة اسطورية. ده هو شعاع الجوهرة الحجر الاسطوري. خدوا بالكم اكيد منظمات الظلمة هيحاولوا يوقفونا. ولسه ما كملش كلامه بيظهر قدامهم 3 شكلهم اقوياء جدا، بس لولا بشعر اصفر بيقول لهم ما تقلقوش سيبوهم له وكملوا انتوا، وبيعملوا كده فعلا. بس وين بيقف فجأة وبيقول في موجة اعداء جايين كمان، سيبوهم لي وانا اتعامل معاهم، وبيكملوا جري. بس في اللحظة دي ال3 اللي كانوا في الاول بيظهروا قدامهم دول قضوا على بشعر اصفر. فتيتان وجي بيقولوا كمل انت يا وانج واحنا نوقفهم. بس وانج بيقول لجي لا انا وانت هنقاتلهم، وانت يا تيتان كملي عشان حيوانك اقوى واحد فينا وهتقدري توقفي قائد عيون الدم شيتونج. روح يلا وما تسيبيش تضحيتنا تروح على الفاضي. فبتجري بسرعة مش هنسالك التضحية دي ابدا يا وانج سيتو. وبعدها جي بتقول يا الغبية يا جي خلاص مفيش غيرنا في المكان، فدلوقتي حان الوقت لتنفيذ الخطة الحقيقية. فجأة بيظهر ضباب في كل المكان وبيختفي هو جي. يا ابن اللعيبة ده من الاول مخطط لحاجة تانية خالص. فبيقول لها لا هو مصاب دلوقتي فتيتان هتعطله شوية، اما احنا بقى هنروح مكان تاني خالص، بس في الاول لازم نعلي قوتنا في المكان ده. بس فجأة وانج بيحس بقوة مرعبة وبتكون دي قوة الشخص الغريب. وانج بيقول له هو انت شاو هاو مطلوب للعدالة واسمك موجود في البلاك ليست ومطلوب من كل حكومات العالم، بس داخل الجزيرة ازاي ده؟ وبيقول له انت جيت هنا عشان الجوهرة وجماعة عيون الدم مش كده؟ فبيقول له لا ماليش علاقة بعيون الدم، بس زي ما قلت بالظبط انا هنا عشان الجوهرة. حيوانك هو النمر الابيض، طب ايه رأيك توريني شكله القتالي عامل ازاي؟ فوانج بيضحك حاضر بس ما ترجعش تزعل بعد كده. وبيندمج هو النمر الابيض. وجي بتقول ما ينفعش يخلي وانج يقاتل لوحده، فبتخرج كل قوتها الجاذبية، بتظهر موارد كثافة الجاذبية، وشو بيتفاجئ ولسه يتحرك وانج بيرزعه بوكس بيطيره بقوه مش طبيعيه، وبيقول لها يا غبيه اهربي بسرعه. وجسمها بيكون بيوجعها جدا بسبب استخدامها المهاره فوق مستواها، وبيغمى عليها وشو بيجي وما بيكونش فيه خدش واحد حتى، وبيضحك وبيقول ايه مش خايف عليها؟ وانج قاعد يفكر هيعمل ايه في المصيبه دي. قوه شاو هاو قادره انها تحول الجثث الهامده لمحاربين اقوياء جدا، مش هينفع خالص يقتلوا في الوقت ده. بس شاو بيقول له انت شكلك قوي وخطير جدا، ليه هو الغبي اللي بعته لجزيره الصخر انت اللي قتلته وخلصت عليه مش كده؟ فايه رايك نعمل هدنه؟ وبيشرب جي وحيوانات الترياق دايش فيها. وانج بيقول له انا كده مدين ليك، بس هرد لك الدين ده دلوقتي وهقول لك سر. الناس مفكره ان كارثه نهر الدم هي مجرد مذابح وانتشار الخراب، بس لا دي مش الحقيقه الكامله، انما اللي محدش يعرفه هي سر الجوهره بتتجمع فيها قوه طاغيه كفيله انها تحول مروض حيوان عادي لمروض فائق من فئه ال3 نجوم. فبيضحك وبيقول له شكلك اخطر بكتير مما كنت اتصور. فوانج بيرد عليه ايه رايك تيجي معايا ونروح لهناك ونمنع عيون الدم انهم يوصلوا لها، وبعدها نوصل لاتفاق هنعمل ايه فيها؟ فبيقول له موافق وبيتحركوا. من هنا بقى يا صديقي هتبدأ العظمة اللي بجد. وفي الوقت ده عند الجوهرة شيتونج بيكمل الطقوس وبيقول قربت اخلص خلاص ما عادش باقي اللي قليل. وفي اللحظة دي بيسمع صوت اذا ده هو جوهر كارثة نهر الدم. فشيتونج بيقول انت مين؟ فشياو بيظهر له وشيتونج بيقول هو انت؟ وكمان وانج بيجي وساحل معاه واحد من جماعة عيون الدم وبيقول لو كان بهوانج بكامل قواه ما كنتش انت ولا الاوغاد بتوعك دول فكرتوا بس تقتحموا الجزيرة. بس على العموم شكرا جدا ليكم على الهدية الجميلة دي. وشيتونج بيقول هو ده حليف شاو هاو، بس ايا يكن لازم اوقفهم عند
بيتحدوهم. عاوزين قتال واكشن؟ هوريكم. بيطلق قوته بوص الحيوان السحري ولسه ما كملش كلام. اسكت يلا. شاو عينه مرعبه جدا يا جدعان، والاتنين بيطلقوا هالتهم وبتكون مرعبه لاقصى درجه. وانج واقف في النص وبيقول دي شكلها تبقى مدعكه بين الاتنين دول، وبالذات شاو ده احسن حاجه عملتها ان ضميته لصفي. وانج بيقول لشاو هسيبهولك انت بقى وانا هوقف اللي بيحصل ده، ولسه هيروح فالشيطانج بيوقفه. انت رايح فين؟ بس شاو بيقول له بص لي انا خصمك. فوانج بيقول له ربنا معاك بقى، وبيروح للجوهره. والشيطانج بيقول لشاو احنا الاتنين من ارض الظلام، ليه بتقف ضد عيون الدم؟ فبيقول له من امتى اصلا مروض الظلام كانوا متوحدين، بس دلوقتي خلينا نستمتع قبل ما اقتلك. ومن الناحيه التانيه في الاوقات دي كان ابو شعر اصفر وين بيحاولوا يهربوا من الجزيره، فواحد بيشوفهم بيقول لهم انتوا هو ايه اللي بيحصل بالظبط على الجزيره؟ وبيكون ده نائب القائد فرقه شيان الجراند جولد ستار، وبيقولوا له على اللي حصل. فالنائب ده بيبلغ القائد شيان، فبتغضب جدا ازاي مروض الظلام اتجرأوا يقتحموا مكان انا بحميه، احنا لازم نتحرك باسرع وقت. والنائب واللي اسمه ياو لينج بيقول لها ما تقلقيش يا شيان، العم بهوانج اكيد هيتصرف. فبتقول له انا مش قلقان عليه، انا بس عاوز اقطع اشلاء بعض مروض الظلام. دي ناويه على خراب دي يا جدعان. وبتتحرك ياو وفرقتها، بس ياو بيقف وبيقول لنفسه العجوز بهوانج عامل بطوله تنافسيه للحصول على رجل يتجوز بنته الكبرى. مسخره بصحيح، بس مهما حصل مش هتبقي غير ليا يا شيان. دي شيان تبقى البنت الكبرى للورد بهوانج، حرفيا ما توقعتش دي ابدا يا جدعان. وفي الوقت ده ياو كان حابس ابو شعر اصفر وين على ما يفهموا ايه اللي بيحصل على الجزيره. وابو شعر اصفر بيقعد يزعق خرجونا من هنا، انتوا مش عارفين انا ابن مين ولا ايه؟ فوين بيقول له اسكت يا عم، انت عارف مين اللي حبسنا هنا؟ ده ياو لينج، واحد من اعضاء المجلس الاعلى، وتصنيفه هو 19 في قائمه البشر الاقوى في العالم. وفي اللحظات دي كان شياو ويو محبوسين هم كمان هنا. شكل كده فرقه المجلس بتحبس اي حد تشوفه. وبعدها بتدخل تيتان وبتمسك ابو شعر اصفر وين انتوا يا جبنه يا غدارين بتهربوا وعاملين فيها شجعان ومش عارف ايه، وانتوا في الاخر شويه فران. فوين بيقول لها ما انت هربت انت كمان اهو، والا ما كنتيش بقيتي هنا دلوقتي. فبتقول له اخرس يا كلب، انا تهت بس مش اكتر، وانا جاي هنا اصلا عشان اديكم فرصه تانية تكفروا بيها عن غلطتكم وتعملوا اي حاجه بدل ما انتوا قاعدين كده. وبيتكلم شياو يو وانتوا كمان هتيجوا معانا نرجع تاني في الغابه. وشيتونج جسمه متدشمل حرفيا وبيحاول يهرب، وشكل كده شاو شلفطه على الاخر وبيقول انا لازم استريح في اي مكان عشان اقدر اتعافى. وفي اللحظه دي حد بيخرج من وسط الشجر، وبتكون دي باي جي وماشيه بطريقه غريبه جدا. وشيتونج بيقول حظك وحش جدا انك قابلتيني بالصدفه هنا، انت هتكوني مصدر غذاء ليا. والتعبان بتاعه بينقض عليها بسرعه، ولكن في تلك اللحظه بتطلق قوه هائله وعينها شكلها مرعب جدا. هو ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ في الاوقات دي كان وانج بيمتص قوه الجوهره وبيقول لنفسه يا ترى بعد كم القوه الجباره دي النمر الابيض مستوى قوته هيوصل لفين؟ انا متحمس جدا للتطور ده. وشاو بيبص لوانج وبيقول لنفسه حاسس كده ان الواد ده ضحك عليا وخلاني قاتل شيتونج وهزمه عشان هو ينفرد لوحده ويمتص قوه الجوهره الاسطوريه. بس مش مهم، كده كده انا جاي هنا عشان حاجه تانية خالص. في اللحظه دي بيحصل زلزال قوي، فوانج بيقول هو ايه اللي بيحصل؟ وشاو بيقول له صحيح نسيت اقول لك، صاحبتك فاقت من الغيبوبه وشكلها كده قابلت شيتونج في الطريق. فبيتصدم وبيقول اعمل ايه دلوقتي في الورطه دي؟ لازم انقذها، وبرضه لازم اخلص امتصاص الاول، الفرصه دي مش هتتعوض ابدا. وكمان شاو بيحس بحد جاي وبيقول لوانج خد بالك عندنا ضيوف، وبيشيل ايده من حفظ الستاره بتاعت هاله الجوهره، والكوره بتكون خلاص هتنفجر وهتخرج عن الستاره. بس وانج بيقول مهما حصل لازم اسيطر عليها واستولي على قوتها بالكامل، وبيصرخ بلو صوته. وفي الوقت ده فعلا ياو وصل هو والجنود وكمان الزعيمه شيان، وياو بيقول لها شكل المكان ده هو اللي فيه الجوهره، لازم نكون حذرين جدا. فبتقول له اسكت انت بس وانا هخرج الفيران دول من الكهف. وبتخرج سيفها فن بهوانج السري تدمير، بتطلق قوه جباره جدا وبتدمر الكهف والارض بتتزلزل كلها من قوتها. وياو واقف وبيتفرج عليها وبيقول متوحشه برضه بس انا اللي هروضها واحده واحده. في اللحظه دي بيخرج وانج وشاو، وانج امتص الجوهره بالفعل وتحول لشكل قتالي جديد تماما، وبيقول عنيفه انت قوي يا واحده من اعضاء المجلس الاعلى السبعه السيده جراند جولد ستار. وشيان ما بتكونش عارفاه بس بتشوف شاو وبتقول شاو هو مجرم خطير جدا لازم اتعامل معاه الاول. وشاو بيمشي قدامه وبيقول عددكم كبير قوي وده مش عاجبني، وبيخرج قوه الظلام وبتتجمع قوه هائله حواليه، وفجاه بتنقض هجمات مرعبه على كل المقاتلين وبتقتل فيهم واحد ورا التاني في لمح البصر. وشين بتصد الضربات بس تتصاب وبتقول ضرباته ما تتعالجش، بس وريني يا بتاع العظام انت هتعمل ايه لما اقطع اشلاءك. وبيهرب بس بتروح وراه. وياو بيقول شيان هتقدر تتعامل مع شاو، اما بقى الشخص الغريب اللي واقف هناك ده حاسس انه من اقوى مروض الظلام في العالم، لان هيئه القتال دي مش اي حد يقدر يوصل لها. وانج بيبص له وبيضحك وعينه محمله
بالشر وبيقول له لو مش عاوز تموت فابعد عن طريقي احسن لك. بس ياو بيقرر يتحداه وبيقول ابعدوا كلكم، المقاتل ده خطير، هتعامل معاه بنفسي. وبيظهر ضباب في كل حته وبيحاصر وانج، وانج بيقول ده بيستخدم نفس حيلتي. وفجاه بيهجم على بضربه قويه، بس مش عليا يا روح امك. وانج بيمسك الهجوم وبيفرتكه وبيطير فوق وبيقول قدره الضباب بتاعته احسن بكتير من ضباب النمر الابيض، بس دلوقتي الوضع مختلف، عاوز اختبر القوه الجديده. بينزل بقوه صاروخيه على الارض وبيطير كل الضباب في المكان. بس ياو بيضحك وبيقول مروض الظلام في المسافات القريبه تفكيرهم بسيط جدا. ولسه ما كملش كلامه فجاه بيظهر وانج من وراه وجاي من بعيد بكون مرعب جدا. وياو بيفعل الحاجز بتاعه، ولكن بوم، الحاجز بيتدمر وبيترزع في الارض هو وحيوانه. وكمان الخاتم اللي بيمده بالقوه اتدمر. ايه كل القوه الجباره دي يا جدعان؟ وياو مش مصدق اللي بيحصل، ده دمر حتى الخاتم، ارث عيلتنا اللي بيورث لاقوى واحد في العيله. اذا ما عنديش اختيار غير ان استخدم الحيله السريه اللي طالما كنت مخبيها لوقت زي ده. وبيخرج ترياق وده بيمد الحيوان السحري بقوه انفجاريه حرفيا وبيقول ده كنز عيلتنا، انصحك اهرب من قدامي في اسرع وقت عشان واحد زيك هيباد امام قوه عشيره لينج. بس عمنا وانج بيضحك وريني اموت انا في التحدي. وبيظهر جوهره النهر وبيضخ قوته جواها وبتظهر هاله مرعبه جدا وبيكون يحصل انفجار شامل يدمر كل حاجه. فوانج بيقول اخلع انا بقى، طريق السلام انت. وبيطير بعيد وياو الباقي مش عارفين يعملوا ايه، معقوله خلاص هموت بالسهوله دي؟ ولكن في اللحظه الاخيره شيو بيجي من بعيد وبيطلق حيوان على الجوهره وبياكلها حرفيا وبيوقف كل الانفجار. وانج بيتصدم وبيقف ازاي، هو ايه اللي حصل؟ وبيشوف شياوي وبيقول هو انت يخرب بيتك بتطلع لي في كل حاجه. وفجاه ياو بينقض على وانج بكل سرعته وبيهجم على باقصى قوه يملكها، هجوم جبار جدا بيبيد كل حاجه تقف قصاده. يا جدعان، معقوله وانج خلاص مات؟ وبعدها ياو بينزل وبيقول ابن اللعيبه قدر ينجو من اقوى هجوم عندي، ما توقعتش ابدا انه بالقوه المرعبه دي، بس يا ترى يكون مين ده بالظبط؟ وفي الوقت ده تيتان بتقول لشياو حقيقي حيوانك ده طلع قوي جدا، مع اني كنت سامعه انه كان 0 نجوم وكله بيتريق عليه. فبيقول لها ايوه فعلا، بس انا قعدت اتدرب واطور من قوتي ودلوقتي اقدر ابص في عين اعز اصدقائي ومدربي شياو مينج. فيو بتقول له شكلي شياو مينج علمك كويس جدا. فبيقول لها ايوه فعلا يا عم يخرب بيتك، عمال تبوظ لمعلمك كل خططه من غير ما تاخد بالك. وفي الوقت ده كان شياو واقف على تل وشاف الانفجار وبيقول يا ابن اللعيبه يا وانج سيتو، ازاي قدرت تنجو من المصيبه دي؟ وفجاه شيان بتحصله وبتقول له اخيرا لقيتك ودلوقتي هتبدا المعركه بجد، وبتكون هتهجم عليه بس بيلف لها وبيقول لها اسمعي يا سيده النجمه الكبرى. فبتقول له من غير كلام يلا ابدا القتال. فبيقول لها قتال وفرهده في الفاضي ليه كل ده يعني؟ وبيسلم نفسه انا بستسلم على طول اهو. ايه ده اللي هو ازاي يعني؟ بس دلوقتي بنيجي لوانج وبيكون اتصاب اصابات كتيره جدا وبيقول الوغد ياو ده حسابه معايا بعدين، ده انا مش هرحمه، بس الغبي شياو ده هو اللي هيشلني. هو صديقي المقرب ولا عدو اللدود ولا ايه بالظبط؟ كل شويه يطلع لي زي البتاع كده يبوظ لي كل حاجه. بس بيقف وبيقول نفكنا بقى من الكلام ده، الشكل القتالي الجديد بتاعك يا نمر خطير جدا، انت تقدر كده لوحدك تقاتل مستوى ال3 نجوم من غير اي مساعده مني. بس خليني اسميك اسم بالتطور ده، اسميك النمر خارق السماء. حلو قوي ده، بس دلوقتي ارجع بقى لشغلك الطبيعي. وبيرجع فعلا وكل جروح وانج بتتعالج في لمح البصر وبيقول طول ما انا والنمر الابيض ما بنندمجش فانا قدام العالم وانج سيتو بطل الابطال. وبعدها بيروح يدور على باي جي وبيوصل لمكان حصلت فيه معركه قويه والنمر بيشم ريحتها وبيوصل لمكانها فعلا. وهنا كانت الصدمه، بيلاقي شيتونج متدشمل حرفيا، جسمه متدمر وكأن وحش نازل فيه ضرب لحد ما خلص عليه. اما جي فما اتخدشتش حتى وانج مش مصدق وبيقول ازاي باي جي قدرت تعمل كل ده؟ معقوله شو هو عمل فيها حاجه بالطريقه اللي اداولها؟ وانج بيصحيها وبتقول له ايه اللي حصل يا وانج؟ قدرت تهزم عصابه عيون الدم؟ فبيستغرب وبيقول لنفسه دي مش فاكره اي حاجه، البنت دي فيها حاجه غريبه، يا ترى هو ايه اللي حصل بالظبط؟ بعد ما شاو سلم نفسه بياخدوه على السفينه ووانج راح معاهم بعد ما اللورد بهوانج اداله بطاقه المشرفين، يعني هو دلوقتي بقى مشرف في البطوله. وانج بيشوف شاو وهم جايبينه وبيقول ده سلم نفسه فعلا، فكرته هيخضر ويهرب بس دلوقتي لازم الاقي فرصه مناسبه ان اتكلم معاه واعرف بالظبط هو عمل ايه في باي جي. وفي الوقت ده ياو بيروح لوانج وبيقول له سمعت عنك كتير وشكرا جدا لانك قتلت شيتونج، كان عامل دوشه في الفاضي. فبيقول له ده انا ما عملتش حاجه يعني، لكن ياو بيقول له ازاي بس؟ ده حتى اللورد بهوانج
نفسه شهد لك. وقبل ما يمشي بيقول له صحيح انصحك تفسخ العقد مع النمر المجنح بتاعك ده، عشان انا ما بحبش حد يمتلك نفس نوع الحيوان بتاعي. فوانج بيقرب منه وبيقول له خلي بالك انت، عشان كده انت هتخليني احطك في دماغي، ولو عملت كده فانت هتزعل جامد قوي. وياو بيضحك وبيمشي. وبعدها شيان بتشوف وانج وبتقول لنفسها هو مش ده اللي نط من السفينه قبل كده؟ متهيالي هو اللي كسب البطوله السخيفه اللي ابويا كان عاملها. اروح اقطع اشلاء ولا استنى دلوقتي؟ بس لا، هستنى عليه شويه لحد ما اشوف هيوريني ايه تاني من حركاته. وبعدها بيمر الوقت، وهنا الجنود معديين من قدام زنزانه شاو وبيقولوا يعني الولد المتسلسل جوه زي الكلب ده مجرم خطير ومطلوب عالميا، طب ازاي؟ وبيتريقوا عليه. وفي اللحظات دي كان شاو سامعهم وبيضحك ضحكه خبيثه جدا. شكله كده ناوي على حاجه مرعبه جدا يا جدعان. وبعدها السفينه بتوصل للمدينه اللي هيكملوا فيها مراحل اختبار مروضي الحيوانات، وكل المشاركين بينزلوا يتفسحوا شويه في المدينه. وهنا شياو بيقول يا ترى مينج دلوقتي موجود في اي فندق في المدينه؟ فيو بتسمعه بتقول له هو شياو مينج ده هيجي برضه؟ فبيقول لها ايوه، احنا اتفقنا اننا هنتقابل هنا في المرحله دي. وفي تلك الاوقات بينتشر خبر عاجل على كل القنوات التلفزيونيه تم تحديث القائمه السوداء للمجرمين المطلوبين حول العالم، وتم اضافه زعيم من ارض الظلام من فئه 4 نجوم، الاسم غير معروف والهويه ايضا غير معروفة، وكمان قدراته وموقعه مجهولان تماما، وقوته الى الان مقدرة ب4 نجوم، واللقب الرمزي له هو المتوحش الدموي. وانج واقف وبيسمع كل ده وبيقول المتوحش الدموي؟ ايه الاسم ده؟ بس على العموم عادي، كده كده محدش هيلاقيني ابدا. وهنا في مكان تاني بنشوف شخص قاعد وبيقول التقارير اللي قدامي بتقول ان في حد بيخطط لاحداث خراب ودمار في اوقات الاختبار النهائي للمراوضين، وده بقى يا معلم زود سانج كبير المفتشين وعضو مهم جدا في المجلس، واللي جاب لهم التقارير دي هو عمنا وانج، واللي بيحذرهم من خطر قادم. وانج بيقول لنفسه قوتهم هائله جدا، بس في القصه الاصليه اللي انا كتبتها في شخص من اقوى مروضي الظلام هيتسلل للاختبار ويقضي على اعضاء المجلس ويدخل لسجن الدم للاستيلاء على السيف والكنز الاسطوري الموجود هناك. فانا هخلي المجلس يهتم بامر الجاسوس، اما سجن الدم فسيبه لنا. وانج بيستغل الموقف ده وبيطلب منهم انهم يدوه شاره المشرف على الاختبار، وبيوافقوا فعلا. وكده وانج يقدر يدخل اي مكان بالشاره دي بصفته واحد من المشرفين على الاختبار. وبعدها وانج بيروح وبيقابل جي وبيقول لها لما اظهر بهويتي الحقيقيه اللي هي مينج اعملي فيها ما تعرفنيش تمام؟ فبتقول له تمام ما تقلقش. وبيمر الوقت وكل المشاركين بيتجمعوا في الساحه اللي هيتعمل فيها اختبار تصفيات. وهنا البطله الثانيه يو بتقابل ابن عمها جونجيت شينج هونج وبيقول لها شايله السيف ليه؟ سيوف عيله جونجيت شينج ما ينفعش يشتريها ناس ضعفاء، وبيستهزأ بيها وبيمشي. وفي الوقت ده بيظهر 2 من كبار مروضي الحيوانات في العالم وبيعلنوا بدء الاختبار، وبتشتعل نيران على عمود ضخم جدا وكل الناس مش فاهمين هو ايه العمود ده. فالراجل ده بيتكلم وبيقول اشرح لكم كل حاجه. العمود ده لونه بيتغير بعد الهجوم عليه، واللون بتاعه بيحدد قوه ورتبه المروض اللي هجم عليه، من اول 0 نجوم والدل عليه اللون الابيض لحد اكبر عدد نجوم، وكل مستوى بيدل على لون معين. وكل اللي عليكم تعملوه انكم تهجموا باقصى قوه على البرج، وبعدها البرج يحدد مستوى قوه كل واحد، ولو المستوى تخطى اللون الاصفر فخلاص كده انت نجحت وعديت للمرحله التاليه. وبعدها بتبدا التصفيات وبتتتابع الادوار لحد ما بيجي دور باي جي، وبتتقدم فعلا بس بتكون متوتره جدا، وكلهم بيقعدوا يضغطوا عليها يلا انجزي عاوزين نشارك احنا كمان. فبتهجم بسرعه بتطلق قوتها وبتفاجئ الجميع، ولكن للاسف ما بتصيبش الهدف ابدا. والمعلم بيقول قوه كبيره بس دقه ضعيفه جدا، وخلاص هيتم اعلان فشلها واقصائها من الاختبار. فجي بتحبط جدا وبتزعل وبتقول لا ما ينفعش امشي من هنا، لازم افضل مع وانج واكمل طريقي معاه. وفي اللحظات دي وسط ما كله بيتريق عليها بتظهر هاله مرعبه جدا من حواليها وصوتها بيتغير لازم افضل معاه، وعينها بتتغير وبتقول لازم افضل مع شريك حياتي المستقبلي. وفجاه بتتحرك الصخور بطريقه رهيبه وبتحوط البرج بالكامل وبتنجح في الاختبار وشكل الحيوانات بيتغير. وفعلا زي ما وانج قال قبل كده ان سيد الصخر لما بيتطور بيتحول يا اما البنت او ولد، وكلهم بيتصدموا من قوتها. وبعدها بيجي الدور على يو وبتنجح، بس بعدها ابن عمها هونج بيشارك وبينجح برتبه عاليه ومتميزه، وبيقول لها اتعلمي هي دي النتيجه اللي يقدر يجيبها مراودي عائله جونجيتشينج مش زيك يا حساله. والمعلم بيقول له هو مش انت المشارك باسم عائله جونجيتشينج؟ فبيقول له ايوه يا سيدي. طب انت واحد من المصنفين مش مطلوب منك انك تشارك في التصفيات عشان تتاهل؟ فبيقول له اسف ما كانش قصدي اتباهى بقوتي ابدا، ولكن كنت بس بقدم حد جاب العار لاسم عيلتي. الواد ده حاطط يو في دماغه وشكله كده مش هيجيبها البر. وبعدها بيمر الوقت وشياو بيقعد يواسي يو وبيقول لها فكك منه انت قادره تتخطيه وتثبتي انك الاقوى. وفي اللحظه دي بيجي الدور عليه فبيروح عشان يشارك، والناس كلها بتشوف حيوانه وبيقولوا مين الولد الهفق ده جايب حيوان من فئه ال0 نجوم، ده عبيط ده ولا ايه؟ ولسه ما كملوش كلام
قدامهم شياو بينجح بدرجة عالية وبيتصدم صدمة عمرهم، بل وكمان شياو قدر يسبب ضرر للعمود بسبب هجومه ومحدش مصدق ازاي ده حصل. اكيد ده مروض من النجوم العليا وبيمثل انه ضعيف. وضفدع المعلمة بيقول انا شفت كتير من الدفعة الغريبة دي، بس هل ممكن فعلا حيوان من الرتبة الصفر يتطور لرجمتين ويبقى بالقوة دي؟ فالمعلم بيقول له سمعت اشاعة بتقول ان حيوانات نادرة جدا قادرة تتطور فعلا، بس على ما يبدو ان الدفعة دي مثيرة جدا. وبعدها يو وجي بيهنوا شياو بالتأهل، وفي تلك اللحظات حد بيرمي ازازة لشياو. عاش والله يا صاحبي. ها قد وصل اخيرا شياو مينج وقاعد فوق البرج وشياو بيسلم عليه، ويو بتقول ما طبيعي برضو ان ده يكون قدوة شياو لان شكل مينج ده قوي جدا وبيكون ده دور مينج فعلا. فبيقول للنمر الابيض حان الوقت لنري العالم معنى القوة الحقيقية. النمر الابيض بيتحول لشكل هجومي مفترس وبيطير ومينج واقف فوقه في مشهد ولا اروع. والمعلم بيقول هو النمور المجنحة تقدر تطور للشكل القتالي ده؟ فالضفدع بيقول له مفيش في السجلات اي معلومات عن الشكل ده. فبينبهر جدا وبيقول شكله كده طور اسلوب قتال جديد لم نسمع عنه من قبل. ومينج بيقول الان ايها النمر الابيض اطلق قواك، وبيطلق هجمات مرعبة على البرج وبتصيب قوة بتهز الارض كلها. ولكن الغريب والغير متوقع ان البرج بيدي اشارة صفراء بس، وكلهم بيقولوا بعد كل ده وناجح بحد ادنى. واحد بيقول ده احنا فكرناك خطير يا جدع، بس شياو بيقول له انت عبيط، ده شياو مينج اكيد في خلل في البرج والنظام بيتكلم عشان يعلن النتيجة. وفي اللحظة دي بتحصل اغرب حاجة تشوفها العين، النظام بيعلق ومحدش فاهم هو ايه اللي بيحصل، ومينج بينزل على الارض. فجأة البرج بينفجر بقوة مش طبيعية. مشهد جبار حرفيا، عظمة وجبروت تخطت كل الحدود. مش معقول يا جدعان، ضربة مينج سببت خلل في البرج ودمرته بالكامل. كل الموجودين يتصدموا صدمة عمرهم حرفيا. والمعلم بيقول جامد قوي الواد ده، عجبني قوته حتى مقارنة بالمصنفين فهو عبقري جدا. وفي الوقت ده هونج ابن عم يو واقف بيتفرج ومعاه 3، ودول بقى هم ال4 مصنفين وتقريبا اقوى 4 في البطولة. فواحد بيقول شكل الولد ده قوي جدا وحسه كده تفوق عليك يا جونجيت شينج هونج. فبيقول له خليه يوري لي نفسه في المرحلة الجاية، وبيكون هدفهم الوصول للكنز. وواحدة بتقول مش مهم كل ده، الشاطر بجد هو اللي بيضحك في الاخر وساعتها يقدر يختار الكنز اللي يعوزه. فواحد تاني بيقول لها كنز ايه وعبط ايه، انا عاوز ادخل في قائمة البشر الاقوى في العالم. بس هونج بيضحك وبيقول كلكم انظاركم موجهة ناحية اللقب، فهنشوف مين في الاخر اللي هيكسبه، بس اهم حاجة ما تخسروش قدام اي حد من المشاركين العاديين دول. وبعدها بيمر الوقت وبيجي الليل وبيكون في 2 سكرانين ماشيين في الشارع، فجأة بتظهر وراهم جي ناحية، وبنعرف ان وانج قال لجي تسجل اسمه كشياو مينج. وفي اللحظة دي بيجي واحد وبيعرف. الوقت ده بنعرف ان شاو ادى لوانج ترياق وفهمه اللي حصل لجي، وبيقول له اي حد بتدخل جسمه كمية من دمي فبيتعالج مهما كان الضرر اللي في جسمه، بس في المقابل شخصيته بتبدا تتغير وتبقى شريرة زي كده. والترياق هو اللي بيعالج الاثر الجانبي ده وبيعمل بوصلة من دمه، وبيقول البوصلة دي هتوديك لمكان خطير ومهم جدا، اول ما تروح هناك بلغني على طول وما تفكرش تغدر بيا عشان ما افضحكش واكشف هويتك. وهنا وانج بيقول لنفسه بمجرد ما اعالج جي واخد اللي انا عاوزه من هنا هصفي حسابي مع الولد ده. وبيتحرك وانج وبيستخدم بطاقته وبيدخل الوهم وبيشوف كل واحد وبيقول يا جدعان، الصدمة ان اللي عمل كل ده هي باي جي واظهرت نفس الهيئة المرعبة. والنظام بيعلن نجاح باي جي وحصوله على المركز الاول الى الان. وانج بيقول لا مش هينفع كده، حصوله على المركز الاول هيخليها مستهدفة، لازم اخلي حد تاني يشتتهم عنها. فبيبص جنبه وبيشوف واحد هفا هو ده، بس الاول لازم اجرب الترياق. فبيمسك حيوانه وبيشربه جزء من دم شاو، فبيحتاج جدا، واول ما بيديه الترياق بيتعالج. فبيقول يبقى شاو صادق فعلا. وبعدها بيخلي الولد الهفا يجتاز الاختبار بتاعه باعلى درجه وخلاه متفوق على جي وصاحب المركز الاول، وكل اللي سمع الخبر مصدومين ومحدش مصدق. وبعدها وانج بيقول للمساعده تروح تطمن على الاوضاع بعيد، وبتعمل كده فعلا. وانج بيتحول لهيئته الاصليه وبيسجل دخول الاختبار كشياو مينج وبيخطط المحظوره، حتى سي راج مش هيلاحظها بسهوله، وبالفعل بتظهر نسخه محسنه منه. ومينج بيقول بس انا ما عنديش وقت اضيعه، يلا ايها النمر الابيض املى المكان بالضباب، وبيعمل كده فعلا. وفي الوقت ده ياو بيروح للمكان عشان
يشوف، وفجأة بيلاقي نسخة مينج بتهجم عليه، ومينج الأصلي مش موجود أصلا. كل ده مخطط له من البداية، وهو إن مينج يستدرك ياو لهنا ويخليه يقاتل مكانه، وبيروح هو للمكان اللي جاو قال له عليه في المنطقة المحظورة، وبيقول هنا يبقى دي النهاية اللي لما ظهرت القوة الغريبة في الأول قالت له يحاول يغيرها، لأن لو ما قدرش فده هتبقى كارثة عشان شياو مينج هيموت في الحقيقة برضه. وفي تلك الأوقات بتحصل حاجة غريبة، بتضرب صافرة الإنذار في كل الأماكن، وبتبلغ بهيجان الوحوش والحيوانات. فواحد بيقول لقائد المجلس زود سانج يا زعيم نلبيعي. ومن الناحية التانية هنا المراودين نجحوا وبيتجمعوا، وكبير الممتحنين بيقول لهم اجهزوا عشان من دلوقتي هتبدأ المدعكة اللي بجد. ومينج بيقول لازم ادي الجي الطريق الأول، وبيكون رايح لها، وفجأة شخص مقنع بيعدي من جنبه وبيحس بهالة جبارة جدا وبتصدم. مش معقولة هو ده لي جودان من مجلس الغرب؟ ايه اللي جابه هنا؟ الحماس بيزيد اكتر اني اكمل الحكايه للنهايه. واخيرا وليس اخيرا ما ننساش الصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واراكم على خير في لقاء اخر، ويلا سلام.